صلاة ذوي الأعذار. قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. القاعد إما أن يقعد كهيئة الجلوس بين السجدتين أو التشهد، فيصلي على هذا النحو قاعدا، ويكون قراءته وهو قاعد، وركوعه على النحو الذي يستطيعه، وسجوده إذا كان يستطيع السجود فيجب أن يسجد كذلك. أما إذا كان لا يستطيع السجود فإنه يسجد كذلك على النحو الذي يستطيعه. يعني كل ركن من أركان الصلاة، القيام ركن، والركوع ركن، والسجود ركن. كل ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا بالعجز عن هذا الركن. فإذا عجز الإنسان عن بعض الأركان فإنه لا يسقط بقية الأركان. فإذا كان عاجزا عن القيام ولكنه لا يستطيع الركوع، عاجز عن القيام ويستطيع الركوع، يجب أن يركع. وكذلك إذا كان عاجزا عن الركوع ولكنه يستطيع القيام يجب أن يقوم. فمثلا لو كان إنسان يستطيع القيام ويقدر يمشي ولكنه لا يستطيع الركوع، مثلا لآلام في ظهره ونحو ذلك، فإنه يركع وهو قائم على النحو الذي يستطيعه، لكن لا يبيح له هذا أن يصلي جالسا، فإن النبي قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فإن لم يستطع القيام، لكن إذا استطاع أن يصلي قائما يجب أن يصلي قائما. لا يستطيع الركوع، يركع على حاله وهو قائم. إذا كان لا يستطيع الركوع ولكن يستطيع السجود، والسجود أهوى من الركوع عند بعض من يؤلمهم ظهورهم، فإنه يجب أن يسجد. فإذا كان يستطيع أن يسجد فيجب أن يسجد سجودا كاملا، وإن كان لا يستطيع أن يركع. هيئة الركوع هيئة الجلوس: صلي قائما فإن استطاع فقاعدا، على هذا النحو، أو أن يجلس متربعا. يجلس متربع ثم كذلك يقرأ في حال القراءة ويركع على النحو الذي يستطيعه، وإذا كان يستطيع السجود بعد ذلك فإنه وهو ينتقل من الجلوس إلى السجود. أما إذا كان لا يستطيع السجود فإنه يسجد وهو جالس، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. هذا بالنسبة لمن يصلي قاعدا. انتشر عند كثير من الناس الآن الصلاة على الكرسي، والصلاة على الكرسي صلاة القاعد لها أحكام كذلك. فإن كان يستطيع القيام فإنه لا يحل له الجلوس على الكرسي. إذا كان يأتي ماشيا ويأتي يستطيع أن يقف في الصف قائما فإنه لا يجلس، لأن لو جلس هنا وأسقط ركن القيام وهو قادر على القيام تبطل صلاته، فلا بد أن يصلي قائما. أما إذا كان لا يستطيع أن يحني ظهره، يعني هو قائم استطاع القيام لكنه لا يستطيع أن يحني ظهره وأراد أن يجلس على كرسي كهذا مثلا ويركع وهو على الكرسي، فعند ذلك بعد أن يكون قائم للصلاة، لأن هذا الركن يستطيعه، يجلس ثم يركع وهو على الكرسي الركوع، ثم عند القيام كذلك يقول: سمع الله لمن حمده. يجب أن يقوم لأن هذا فرضه قيام، فما دام أنه يستطيع القيام فيقوم ويقول: ربنا ولك الحمد. إذا كان يستطيع السجود يجب أن يسجد، فإذا كان لا يستطيع الركوع لكنه يستطيع السجود فيسجد الله أكبر ويسجد. أما إذا كان لا يستطيع السجود ويصلي على الكرسي فإنه يجعل بعد ذلك ركوعه سجوده أخفض من ركوعه.
هذا بالنسبة للصلاة لمن يعتمد على الصلاة على كرسي. لكن إذا لم كان صلاته على الكرسي الذي يدفعه لصلاته على الكرسي إنما هو عدم قدرته على القيام، نعم، فهذا يجلس من بداية الصلاة على الكرسي، لكنه يستطيع أن يأتي قائما وأن يقوم، فإنه لا يجوز أن يجلس في حال القيام على الكرسي، وإنما يجلس في حال الركوع الذي لا يستطيعه، أو في حال السجود الذي لا يستطيعه. الشاهد من كل هذا أنه لا يسقط ركن من أركان الصلاة، القيام أو الركوع أو السجود، ما تسقط كل الأركان بسقوط ركن، وإنما كل ركن لا يستطيعه إذا كان يستطيع غيره فإن هذا الغير يبقى واجب عليه أن يؤديه، ويسقط عنه ما لا يستطيعه في الصلاة. الحمد لله رب العالمين.